السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة مميز جدا جدا. هنعمل مع بعض كفتة الرز، وهي طبق مميز ومهم جدا على السفرة المصرية، وخصوصا في عيد الأضحى أو العيد الكبير. هنعرف كمان ازاي عجينة الكفتة بتاعتنا ما تفكش مننا وتكون مظبوطة جدا جدا. يلا بينا بسرعة نعرف المقادير. معايا هنا نص كيلو من الرز المطحون، او بمعنى اصح دقيق الرز. انا هنا استخدمت دقيق الرز اللي احنا بنشتريه من اي هايبر، نص الكمية دقيق رز، والنص التاني رز الشركات او الرز المعبأ. خدته ضربته في كبة الخلاط، وبعد كده نخلته عشان يديني دقيق رز. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، بصلتين صغيرين، وراس توم مفرومة، وطبعا معايا خضرة مشكلة كزبرة وبقدونس وشبت، ونص كوباية من المية. مهم جدا ان البصل ما يكونش كتير عشان ما تفكش منك الكفتة اثناء التحمير. هنا انا كنت ضربت الرز بتاعنا اللي هو رز الشركات، وضربته في كبة الخلاط، وبعد كده ببتدي ان انا انخله بمصفى كده عشان ما يكونش فيه اي قطع كبيرة تكون موجودة في الكفتة بتاعتنا. يعني انا هستخدم نص كيلو كفتة او نص كيلو لحمة مفرومة، هيبقى قصاده نص كيلو من دقيق الرز او الرز المطحون. انا استخدمت نص كمية الدقيق بتاع الرز، ربع كيلو قصاد ربع كيلو رز مطحون في كبة الخلاط. عندي هشتغل في الكبة وممكن تشتغلي في الخلاط. التوم، راس التوم المضروبة في الخلاط، او لو مخزنة في الفريزر استخدمي مفيش مشكلة. ونص كمية المية اللي معايا هضربهم في الكبة لحد ما يدوبوا كده ويتجانسوا مع بعض. وبعد كده هنزل بيه البصلاية، قطعتها 4 تربع، وهنزل بيها في الكبة مع كمية من الخضرة. طبعا مش هنزل بالخضرة مرة واحدة ولا بكمية المية مرة واحدة. أنا هنا استخدمت نص كوباية من المية، وطبعا ما نزلتش بيها مرة واحدة لحد ما اشوف القوام بتاع الخضرة والبصل بتاعي هيبقى عامل ازاي. لو احتاجنا مية يبقى اكيد هنزود في كمية دقيق الرز، ودي نقطة مهمة جدا عشان العجينة بتاعتنا تكون قوامها متماسك. هضرب بقى الخضرة بتاعتنا على مراحل عشان عايزاها ان هي تكون مفرومة فرم ناعم جدا. يعني اضربيها على قد ما تقدري كده كويس، وتقدري تستخدمي الخلاط مفيش مشكلة. هنا هنزل بقى بكمية المية الباقية معايا، ونزلت بكمية الخضرة المتبقية معايا، وهضربهم كلهم مع بعض لحد ما يدوني كده قوام ناعم. كل شوية كنت بوقف ضرب، وبمعلقة كده أو سباتولا، وبنزل إلا على الجوانب عشان طبعا كل كمية الخضرة بتاعتي والبصل والثوم يتضربوا كويس جدا في الكبة. ما تستعجليش في المرحلة دي، لازم تكون الخضرة بتاعتك مضروبة كويس جدا. وممكن تقللي من كمية الخضرة لو انت حابة ان لونها يكون افتح من كده. لعجينة اللي هتشوفي معايا العجينة بتاعة الكفتة، لو ما بتحبيش تكتري الخضرة ممكن تقللي الخضرة عن كده. انا كنت مستخدمة حوالي حزمتين من كل نوع من الخضرة. المرحلة دي بقى هنبتدي ننزل باللحمة المفرومة حبة حبة لحد الكبة كده بتاعتك ما تقولك كفاية حرام وقفي ضرب فيا. يعني ايه؟ يعني بنزل بكمية اللحمة على مراحل لحد ما الكبة بتاعتك تستوعب. طبعا الكبة هتستوعب الكمية كلها، بس احنا بننزل بيها واحدة واحدة عشان اتأكد ان هي اتضربت كويس جدا. كده مرحلة الكبة انتهت معايا، وهنشتغل بايدينا. زي ما قلتلكوا انا هستخدم لنص كيلو اللحمة المفرومة نص كيلو من دقيق الرز، سواء انت شارياه جاهز او ضرباه عندك في كبة الخلاط. مهم جدا المعيار بتاع الدقيق يكون مناسب مع معيار اللحمة المفرومة. كل كيلو من اللحمة المفرومة بياخد كيلو من دقيق الرز.
احنا هنا عاملين نص كيلو لحمة مفرومة، هنحط عليه او هنضيف عليه نص كيلو من دقيق الرز. هنزل بقى بالخليط بتاعنا اللي احنا ضربناه في الكبة، اللحمة المفرومة والخضرة والبصل والثوم وطبعا المية، وهنزل بيهم في بولة على كمية دقيق الرز. وهبتدي بقى ان انا استخدم ايديا عشان الم بقى كل الخليط دوت بايدي كده، واعجنهم عجنة كويسة جدا. طبعا في المرحلة دي بتعجني اللحمة المفرومة مع دقيق الرز. وعايزة اقول لكم في المرحلة دي احنا لسه ما حطيناش اي توابل، لكن الريحة طالعة حاجة فوق الخيال. وكمان حابة اقولك ان عجينة كفتة الرز بتكون مشابهة شوية لعجينة الفلافل او الطعمية اللي بتعمليها في البيت، بمعنى اصح ان فيها تركات مشابهة كده، ان انا السوائل ما تكونش كتير فيها، وكمان كمية البصل ما تكونش فيها كتير. يعني ايه السوائل ما تكونش كتيرة فيها؟ يعني اظبط القوام بتاعها. طب لو حسيت ان الكفتة بتاعتي طرية شوية، مفيش مشكلة، هضيف لها معلقة كبيرة من النشا او معلقة كبيرة من الدقيق. هنا القوام كان كويس، بس انا حبيت برضو اضيف معلقة من النشا عشان تشرب لي اي سوائل في العجينة بتاعت الكفتة بتاعتنا. ضفنا كمان نص معلقة من البيكنج باودر، وهنبتدي ان احنا نبهرها. عندي نص معلقة من الفلفل الاسود والكمون والكزبرة، ورشة بسيطة كده من بهارات الكفتة. عايزة اقول لكم والله هي مش محتاجة اصلا لبهارات كفتة ولا بهارات لحمة، كفاية عليها البهارات البسيطة اللي هي الفلفل الاسود والكزبرة والكمون، بيغنوا جدا. بس لو حابة تضيفي اي اضافات تانية او اي بهارات تانية مفيش مشكلة. كمان هنملحها، هنحط معلقة ونص لكمية الكفتة بتاعتنا. ما تنسوش ان احنا حاطين نص كيلو لحمة وقصادها نص كيلو من دقيق الرز، فلازم نظبط الملح بتاعها كويس جدا. تقدري تقللي الملح عن كده مفيش مشكلة. خلطناهم كويس جدا، وهنبتدي بقى ان احنا نصبع الكفتة بتاعتنا. عندي هنا كمية كده بسيطة من الزيت، همسك كده هغمس ايدي فيها او هبل ايدي كده من الزيت، وهبتدي ان انا اشكل العجينة بتاعتنا. طب اعرف منين او اعرف ازاي ان العجينة بتاعت الكفتة بتاعتي كويسة ومش هتفك مني؟ اولا لازم اقلل كمية البصل. يعني انا هنا استخدمت بصلتين صغيرين جدا، اصغر بصلتين عندك استخدميهم، وكمان ممكن تستخدمي بصلاية واحدة للكفتة. دي اول نقطة. تاني نقطة، لما ادور كده العجينة ما بين ايديا اعملها كورة، وبعد كده ارجع اشكلها صوابع بتتشكل معايا، ما بتلزقش وما بتشققش معايا. دي اهم نقط تأكد لي ان عجينة الكفتة عجينة ناجحة والسوائل ما فيهاش كتير. هنبتدي نشكل بقى. احنا شكلنا هنا، عملنا كرات كده صغيرة وعملنا صوابع، زي ما تحبي تشكليها شكليها. طبعا التشكيل دي حاجة ترجعلي. خلصنا الكمية، وزي ما انتوا شايفين عملت لي كمية كبيرة من نص كيلو لحمة مفرومة. عملنا كمية هنقلي منها، وهنعمل معانا طبق او حلة كده كبيرة من كفتة الرز. وكمان هنفرز منها نشيلها لوقت تاني نستخدمها في العيد. يبقى احنا كده بنجهز للعيد ان شاء الله، بنفرز مع بعض، وكمان هنستخدم منها وهتشوفوا هتطلع عاملة ازاي. هنبتدي بقى ان احنا نحضر اطباق كده من اللي هي الفل، ونبتدي ان احنا نخزن الكمية اللي احنا عايزين نخزنها، وهنحطها في الفريزر. تقدري طبعا ان انت تضاعفي الكمية زي ما انت عايزة. اهم حاجة ان انت تظبطي العجينة وتمشي على الخطوات بالظبط. هنا عندي طبق كده فل، هبتدي ان انا ارص الكرات بتاعة كفتة الرز معايا. وكمان هنحط كده معايا كيس مطبخ،
أو كيس من أكياس التلاجة. وهنعمل كمان طبقة. هنا كمان كان عندي كمية باقية من العجينة، شكلتها صوابع كده، وهبتدي ان انا ارصها في حطينا كده كيس من اكياس التلاجة، وهنعمل طبقة كمان. يعني شوفوا الكمية قد ايه، ما شاء الله تبارك الله، طلعت معايا كمية كبيرة، ومكوناتها وطريقتها سهلة جدا. خلاص كده هنفرز اللي احنا حطيناهم في الاطباق الفل. وعندي الكمية التانية دي هنشتغل بقى، نبتدي ان احنا نحمرها. ممكن زي ما قلتلك لو انت حابة لونها يكون مش مخضر قوي تقللي كمية الخضرة، بس بصراحة كمية الخضرة بتديها، كل ما يكون الخضرة فيها كتير بتديها ريحة وطعم حاجة فوق الخيال. هنبتدي بقى هنا، انا كنت سبتها في التلاجة شوية، وطبعا وجود الخضرة فيها بتأكسد. يعني ايه بتأكسد؟ يعني ممكن لونها يغمق شوية. عندي زيت سخن ببقى مسخناه على عين البوتاجاز، واول ما ابتدي انزل بالكفتة بتاعتي بهدي النار لحد ما احط كل الكمية بتاعتي عشان التسوية تبقى كلها واحدة. وطبعا بيكون النار يعني متوسطة شوية عشان ما تتحمرش وتتحور او تتحروق من بره وتكون نية من جوه. هنحمر بقى الكمية دي كلها مع بعض، وهنطلعها على مناديل مطبخ، وهنبتدي نجهز للصلصة بتاعة كفتة الرز بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين، ولا شققت ولا فتحت معايا في الزيت عشان العجينة مظبوطة. زي ما قلتلك اظبطي كمية المية اللي بتحطيها، واهم حاجة كمان تظبطي درجة حرارة الزيت. يعني ما تحطوهوش، ما تنزليش بالكفتة في زيت بارد. لو نزلتي بالكفتة في زيت بارد هتشقق كلها وتفتح معاكي في الزيت. واهم نقطة قلناها في الاول ان احنا ما نستخدمش بصل كتير. عندي هنا حلة على النار، خدت بقى من الزيت اللي انا حمرت فيه الكفتة عشان يديني تيست كده وطعم جميل، ونزلت ببصلاية متقطعة قطع صغيرة، وهبتدي ان انا اشوحها تدبل معايا، وهنزل بنص معلقة من التوم وهنقلبهم مع بعض. وبعد كده عندي حوالي لتر من عصير الطماطم ضاربينه في الخلاط ومصفيينه. مهم جدا النقطة دي يا بنات، بعد ما نضرب الطماطم في الخلاط نصفيها عشان القشر بتاعها ما يضايقناش واحنا بناكل. وكمان لحبايبنا اللي بيعانوا من مشاكل في القولون او الهضم، تصفية الطماطم او عصير الطماطم بتكون مفيدة جدا. هنتبل بقى الصلصة او عصير الطماطم بتاعنا بفلفل وكمون، وكمان هنزل ب واحدة مرقة دجاج، بس هنديها غلوة الأول. خدت غلوة بسيطة، بعد كده عندي واحدة من المرقة الدجاج. لو مش حابة تضيفي مرقة دجاج وعندك شوربة، مفيش مشكلة ضيفي الشوربة. خلاص غلت معانا كده. معايا حبايتين من البطاطس المتقطعين مكعبات، هنزل بيهم الأول، والكفتة هنزل بيها في الآخر عشان الكفتة متشربش الصلصة وتشقق معايا وتنفش كده ويبقى شكلها مش لذيذ. خلاص طلعت معايا واستوت زي ما انتوا شايفين، ما بتاخدش وقت. مجرد بس البطاطس ما بتستوي بنزل بالكفتة، اخد لها غلوة كده، بس تاخد غلوة واحدة لان اصلا الكفتة مستوية معايا. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعها، ولا شققت ولا كشت ولا حصل فيها اي حاجة، وطعمها فوق الخيال. يلا خشي جربيها واعتمد الوصفة بإذن الله بفضل الله لعيد الأضحى، للعيد الكبير. كل سنة وكلنا وكل حبايبنا بخير وصحة وسلامة يا رب. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بشير ولايك وسبسكرايب لقناتي، قناتي تايهة في المطبخ. وما تنسوش الدعاء لإخواتنا، اللهم انصرهم وسدد رميهم، اللهم امين. وما تنسوش اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك بسرعة ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.